السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. بداية كده عايزاكم تطمنوني على صوت الفيديو، علشان في ناس كتير قوي دخلت في الفيديو اللي فات واشتكت من الصوت وقالت لي يا نورة الصوت واطي، وفي ناس تانية كانت بتقول لي يا نورة لا الصوت كويس. فانا بصراحة احترت، مش عارفة الصوت كويس ولا الصوت واطي. فالحمد لله بفضل الله جبت مايك جديد، وعايزاكم بقى تكتبوا لي كده وتقولوا لي ايه رأيكم في الصوت النهارده، علشان بصراحة الموضوع ده يعني كان مضايقني جدا وعامل لي قلق كده في دماغي. المهم حابة طبعا ارحب بكل الناس الجداد الامارات المشتركين اللي دخلوا عندي في القناه ونوروني وشرفوني باشتراكهم، وكمان بشكركم كلكم اي حد كتب لي كومنت لطيف زيه، بجد اسعدتوني وفرحتوني جدا بتعليقاتكم الجميله دي. ولو انت اول مره بتشوفيني النهارده في الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا بقى نبتدي كده مع بعض النهارده الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي كده مع بعض على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدا بقى كده مع بعض الفيديو النهارده ان شاء الله هيكون فيديو النقل. انا خلاص الحمد لله بفضل الله نقلت يوم السبت اللي فات، بس بصراحه كان صعب جدا عليا ان انا انزل لكم الفيديو في نفس اليوم. طبعا انتوا عارفين دوشه النقل، والموضوع بصراحه طلع كبير. يعني انا كنت فاكره ان الموضوع هيكون ابسط من كده، بس الموضوع طلع كبير جدا يعني. فاستنيت كده يعني ريحت كده يوم او يومين تقريبا، وبعد كده بدات ان انا امنتج الفيديو. الحمد لله نزل لكم على خير اهو. بصوا هو انا كده في الشقه القديمه لسه طبعا ما كناش اتحركنا، بس كان بقالي بقى قبليها بفتره يعني كام يوم عماله ان انا بجمع بقى في حاجتي زي ما انتم شايفين. دخلت الاول بصراحه علشان كنت محتاره جدا، فدخلت على النت وشفت كذا فيديو، عملت سيرش وشفت كذا فيديو للنقل وازاي ان انا انقل بسهوله. فبصراحه استفدت جدا من الفيديوهات اللي انا شفتها، لان انا ما عنديش خبره. يعني انا اول مره في حياتي انقل من الشقه اللي انا فيها اروح شقه تانية، حتى ما سكنتش قبل كده في شقه ايجار او اي كلام من ده. هو انا خرجت من شقتي القديمه على الشقه اللي انتم شايفينها دي، فبصراحه ما عنديش اي خبره في موضوع نقل العزال او ان انا اجمع حاجتي او الكلام ده كله. فاخدت خبره بصراحه من الفيديوهات اللي انا شفتها. وزي ما انتم شفتوا كده فكره الشنط او الكياس اللي قدامكم دي بصراحه يعني عملت معايا فوق الصح. ودي كانت فكره من الافكار اللي انا شفتها في الفيديوهات، ان انا اجيب الشنط الكبيره دي واجمع فيها هدوم مثلا او رفايع او حاجه زي كده، والكراتين اخليها للحاجات اللي هتتكسر. فبالفعل جبت كراتين، وكمان جبت الاكياس اللي انتم شايفينها دي. طبعا انا قعدت بقى الم حاجتي دي زي ما قلت لكم كده كذا يوم، وبعد كده بدات ان انا اغلف كل الحاجات اللي كانت هتتكسر زي الكوبايات او قطم النيش او الحاجات دي يعني كلها، وكنت بغلفهم كده بالورق وبعد كده احطهم بقى في الكراتين. وطبعا الهدوم زي ما قلت لكم حاططها في الاكياس اللي قدامكم دي. طبعا احمد كان مكلم عربيه علشان خاطر النقل، وجات العربيه بفضل الله نزلت كل الحاجات اللي كانت في البيت. طبعا انا ما كانش عندي عفش كتير يعني زي ما انتم عارفين، في حاجات بتتجدد وفي حاجات جبتها جديده، وفي حاجات طبعا سبتها خلاص في الشقه مش هاخدها يعني معايا. وبدانا بقى ننزل كل حاجاتنا دي على العربيه. جت عربيه نص نقل حملت كل الكلام اللي انتم شايفينه ده طبعا. وفي نفس اليوم اللي احمد كان متفق معاه مع العربيه نص النقل اللي هي هتيجي تحمل دي، كان برضو متفق مع ونش في النزهه علشان خاطر اول لما اروح يعني النزهه على طول بالعزال الونش طبعا يجي ويطلع الحاجه كده زي ما انتم شفتوا. طبعا الونش جه والمنظر كان مرعب يعني بمعنى الكلمه. وانا واقفه كده فوق في الشباك في لقطات كده صورتها لكم طبعا شفتوها معايا. عايزه اقول لكم بجد كان بصوا يعني بجد حاجه مرعبه. يعني هما ما اعرفش الشغلانه دي بصراحه اختراع يعني. طبعا الونش اللي بيجي ده بيكون معاه العمال بتوعه زي ما انتم شايفين. انا طبعا احمد كان واقف سيف ابني كان واقف، وكان في 2 عمال زي ما انتم شايفين بيبتدوا ان هما ياخدوا الحاجه من على الونش وينزلوها في قلب البلكونه، وكانوا بقى بيدخلوها لي الشقه. يعني انا اللي كنت بقول لهم مثلا حطوا لي حاجه المطبخ في المطبخ على طول، زي مثلا الغساله والثلاجه ودي فريزر والبوتاجاز. يعني كانوا بينزلوا الاول حاجه في الريسبشن، وبعد كده انا كنت بقول لهم لا دخلوا لي الحاجه دي على جوه. يعني كنت بحاول كده بقدر الامكان ان انا احاول ان انا استغلهم اسوء استغلال يعني اخليهم كده ان هم يدخلوا لي الحاجه اللي هي هتبقى يعني حمل عليا او تقيله عليا في مكانها على طول، زي مثلا زي ما قلت لكم الثلاجه او البوتاجاز او الاجهزه يعني عموما خليتهم يدخلوها على طول على المطبخ. طيب بصوا بقى كده، دي الكرتونه دي كانت اصلا عندي، دي كانت كرتونه السخان بتاعي، وكنا حاطينها كده زي ما اي ست اصيله مصريه بتعمل. كنت حطاها ما بين المرتبه بتاعت ما بين المرتبه وما بين الملل، تمام. فكانت اصلا الكرتونه دي كانت عندي وبجد نفعتني جدا يعني. فزي ما انتم شايفين كده كنت بحاول ان انا اكتب. طبعا الحاجات دي انا شفتها برضو على اليوتيوب،
ان انا اكتب كده على الكراتين الحاجات اللي فيها ازاز ان هي فيها ازاز، والحاجات دي بتتكسر، علشان خاطر اللي شايل الحاجه مش عارف دي فيها ايه، فيبقى فاهم ان الحاجه دي هتتكسر منه لو يعني اتعامل معاها بعنف، فيحاولوا ان هم يحطوا الحاجه ويشيلوها بالراحه. هنا انا كنت حاطه زي ما انتم شايفين كده اهو الكيس الكبير دوت، وكمان كنت حاطه الاباجورات بتاعتي وحبه الحاجات بقى اللي انا كنت حاسه ان هي ممكن تتكسر. كنت في حاجات كده مغلفاها بالبلاستيك راب، وكان في حاجات تانية كنت مغلفاها بالورق، وفي حاجات اصلا ما غلفتهاش. يعني عايزه اقول لكم ان انا كان طالع عيني في موضوع التغليف وموضوع ان انا اجمع كل الحاجات اللي عندي، وبجد الموضوع طلع مرهق جدا، يعني جدا جدا طلع صعب. اصعب حاجه تقريبا عدت عليا هو اليوم بتاع النقل ده، وان انا يعني بقدر الامكان احاول اجمع كل الحاجات اللي انا عايزاها واللي انا محتاجاها، علشان ما ارجعش بعد كده افتكر حاجه كنت عايزاها او سبتها في الشقه او نسيتها. وكمان عايزه اقول لكم ان موضوع ان انت تشوفي حاجه على النت ما عندكيش خبره فيها وتاخدي منها خبره، بجد الموضوع ده نفعني جدا جدا. يعني انا شفت موضوع الكياس دوت على النت، بدل طبعا ما اجمع بقى شنط للسفر من هنا ومن هنا ومن هنا زي ما بيعملوا كده العرايس. وكمان موضوع الكراتين ده نفعني جدا، وموضوع ان انا اكتب على الحاجه، علشان في حاجات بصراحه انا كتبت عليها وفي شنط نسيت ان انا اكتب عليها. فبجد الموضوع ده كان حاجه حلوه، يعني ان انا ابقى جايبه الكيس ده او الشنطه دي عارفه ايه اللي جواها من الكتابه اللي عليها من بره. وبدات بقى كده زي ما انتم شايفين ان انا افتح الاكياس كده وراجع على الحاجه اللي جواها دي. زي ما انتم شايفين كان تقريبا مكتوب عليها ديكورات للمطبخ وحاجات يعني ادوات للمطبخ، وكمان كان مكتوب عليها ديكورات. والكراتين زي ما قلت لكم كنت حاطه فيها طبعا كل الحاجات اللي هتتكسر. وطبعا انا ما جاليش خلق ان انا اغلف كل حاجه بالبلاستيك راب، بصراحه الموضوع برضو مرهق جدا. ففي حاجات كتير جدا كنت بغلفها بالورق، يعني كان عندي كده كراريس قديمه من بتاعه المدرسه بتاعه عيالي، فكنت ساعات في حاجات كده بغلفها بالورق. الشنطه دي كان فيها طبعا عندي حاجات بقى بتاعه منظفات والشوط بتاعه المطبخ وايه الكلام ده كنت حاطاه فيه. وبدات بقى كده ان انا افتح الحاجه وراجع كده على الحاجه اللي كانت جواها علشان اشوف راسي من رجليا واعرف احط ايه فين، وابتدي بقى كده ان انا انظم حاجاتي بقى كلها. انا عايزه اقول لكم بصراحه، يعني بصراحه ان الفيديو ده يعني كان على يومين. تمام، اول يوم لما العمال جم بقى والونش جه ونزلوا لي كل الحاجه في الشقه والكلام ده، طبعا احنا كنا خلاص يعني كنا خلاص يعني ارهاق بقى، خلاص ما بعده ارهاق، لازم بقى نرتاح يعني. فخدنا بقيت اليوم ده كله راحه، ما كنتش بعمل اي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده ده كده تاني يوم بدأت بقى ان انا افتح الحاجة واعرف بقى الشنط فيها ايه والكيس فيها ايه والكلام ده كله فيها ايه. كنت بوريكم هنا الحاجات بتاعت الحلويات اللي انا ما بعملهاش اساسا، فكنت بوريها لكم يعني. عايزه بقى اقول لكم الناس اللي بعتت لي، ناس كتير بعتت لي قالت لي يا نور احنا جيران، يعني في ناس كتير قوي بيتابعوني هنا على القناه طلعوا ساكنين جنبي هنا في نفس المنطقه. يعني في ناس كتير بعتت لي قالت لي احنا ساكنين في الشارع الفلاني، في الشارع العلاني، يعني لدرجه في حد بعت لي قال لي ان خالته ساكنه جنب البان مش عارفه اسمه البان ايه كده يعني. فطلع الالبان بتاع الالبان ده قريب مني جدا يعني. فحسيت كده ان انا مش لوحدي، ان انا حاسه ان انا عند ناس قرايبي، ان انا في مكان عارفه الناس اللي فيه والناس اللي فيه عارفاني. فالحمد لله الواحد حاسس براحه نفسيه يعني. فالحمد لله طلع ليا جيران كتير يعرفوني يعني، وانا برضو عايزه اعرفكم واتشرف بمعرفتكم. فاكتبوا لي برضو وعرفوني لو في لسه ناس ما بعتليش ومتابعيني وقريبه مني هنا في المنطقه، ابعتوا لي برضو واكتبوا. المهم عايزاكم برضو تطمنوني على الصوت، يعني انا كل شويه بفتكر موضوع الصوت ده، فاكتبوا لي بالله عليكم، اكتبوا لي وطمنوني على الصوت. طبعا ده انتوا هتكتبوا لي اساسي، يعني انا عايزاكم كده كل حد بيتفرج على الفيديو يكتب لي تعليق ويكتب لي نصيحه تنفعني في الحوسه اللي انا فيها. انا عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي في حوسه في الشقه هنا حواليا عامله زي الوكاله، كلها اكياس، كلها شنط، كلها اجهزه، كلها يعني حاجات كده. انا مش عارفه انا ايه اللي جابني هنا، يعني حاسه كده ان انا بحلم. المهم انا هنا كنت بحاول بقى كده ان انا يعني عايزه احاول بقدر الامكان ان انا افوق الدنيا حواليا وافوق نفسي. فكنت بحاول ان انا افتح الاجهزه، مثلا الكرتونه اللي تحت دي فيها شاشه الكمبيوتر، الكرتونه تانية فيها الفيديو سي دي، ودي كده حاجه من حاجات المطبخ. فكنت باخد حاجه المطبخ ادخلها على المطبخ، والاجهزه كده كنت بحاول هي الاجهزه الصغيره يعني الثلاجه والبوتاجاز والغساله خلاص يعني انا كنت خليت العمال دخلوهم على المطبخ. لكن انا كنت ببتدي بقى كده تاني يوم زي ما قلت لكم افرز كده الاجهزه اللي هي اللي اقدر يعني اشيلها. الشاشه طبعا هناك اهي، الحاجات اللي انا اقدر
اشيلها كنت بجمعها كده على بعض، والحاجات اللي فيها بقى حاجه المطبخ اللي هي زي الكوبايات او حاجه النيش، طبعا لسه ما عنديش نيش ومش ناويه اعمله. يعني انا ما عنديش نيش ومش ناويه اعمله. انا كان عندي نيش في اول الجواز، اول لما اتجوزت كان عندي نيش، وبعد كده كان مضايق جدا عليا الشقه علشان اصلا الشقه ما كانتش كبيره، فقصيته وعملت منه ترابيزه كمبيوتر، وكمان عملت منه دولاب الاطفال اللي هو عندي موجود حاليا. تعالوا بقى كده اخدكم معايا هنا على الصدمه الفظيعه دي. على قد ما انا زعلت بصراحه على اللي حصل ده، بس الحمد لله يا رب العالمين على كل حال. يعني الحمد لله بحمد ربنا وبشكر فضله ان هي جت على قد كده. بصوا دي الرخامات بتاعه المطبخ، تمام. انا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا الرخامات خلاص جبناها. في هنا رخامه كانت قديمه كانت موجوده اصلا عندي في الشقه وجبناها معانا، وفي بقى اللي هي الرخامه الطويله بتاعه البار اللي كانت هتتحط على البار بتاع المطبخ. تمام كده. الرخامات اتحملت على العربيه اللي جايه بكل سهوله وبكل بساطه، وما كانش فيه اي مشكله خالص. يعني ما فيش اي حاجه توحي باي حاجه، وحطوها حطه محترمه وكله كان تمام، يعني كانش فيه اي حاجه خالص. وبعدين لما جينا هنا عند العمارة تحت وبننزل الحاجات من العربية علشان يحملوها على الونش ويطلعوها، اكتشفوا ان الرخامتين وعايزة اقول لكم ان ده يعني للي عارف الرخامات اللي هو الدبل بلاك ده يعني سعره غالي جدا يعني. وكمية مش قليلة، يعني مش قطعة صغيرة الرخام، لا دول قطعتين كبار، يعني فاهمين يعني كبار يعني. فبس يعني اول لما انا ببص اصلا من الشباك يعني ببص عليهم، يعني هما بيطلعوا الحاجة من تحت وكده، فانا شايفة المنظر من فوق. طبعا انا في الدور عالي في الادوار العالية اللي هي العالية قوي يعني، فشايفة يعني طشاش كده، في حاجة غلط. فكلمت احمد في التليفون قلت له هو في ايه، الرخامة يعني محطوطة حطة كده مش مظبوطة، او هما زادوا ولا في ايه؟ فقال لي الحمد لله على كل حال هما اتكسروا. قلت له ايه بالظبط اللي اتكسروا؟ يعني واحدة اتكسرت؟ او قال لي لا هما الاتنين اتكسروا، في واحدة اتكسرت 3 قطع وفي واحدة اتكسرت قطعتين. فبصراحة انا يعني كان رد فعلي وحش يعني بصراحة. وبعد كده رجعت ندمت ان انا زعلت، يعني كان رد فعلي ان انا زعلت قوي يعني، علشان انا كان نفسي بجد ان انا اعمل الرخامة بتاعت البار دي واخلص منها. والرخامة التانية دي كانت اللي هي هيتفتح لها بقى الفتحة بتاعت الحوض بتاع المطبخ، وكنت هركب بقى الحوض بتاع المطبخ فيها. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. فرجعت بصراحة بعد ما انا زعلت قوي، رجعت قلت لا يعني خلاص الحمد لله خدت الشر وراحت. الحمد لله ولادي كويسين واحنا كويسين والحمد لله. بسيطة يعني الحمد لله ان هي جت على قد كده. هو طبعا اكيد في الظروف اللي زي دي ممكن يحصل اي حاجة، يعني ممكن حاجة تتكسر من الحاجات بتاعة المطبخ، ممكن لا قدر الله حاجة كانت تقع مثلا من على الونش، يعني كان ممكن لا قدر الله حاجة اكتر من كده تحصل او حاجة اكبر من كده تحصل. فرجعت بصراحة بعد كده ندمت ان انا زعلت واستغفرت طبعا ربنا وحمدت ربنا وقلت الحمد لله رب العالمين على قد كده. مش بس كده ده اللي حصل يا جماعة، ده التلاجة كمان وقعت في الشارع واتكسرت مليون حتة، بس الحمد لله بفضل الله اشتغلت، يعني ما تعرفوش ازاي، يعني ده فضل من عند ربنا. في حد جه شاف التلاجة والحمد لله يعني عرف ان هو يلصمها ويركب الباب. هي ما وقعتش من دور عالي، يعني هي يا دوب ينقلوها من على العربية النص نقل للونش عشان الونش يطلعها، فوقعت في الشارع، فالباب اتنطر والحاجات اللي جوه يعني بقى ويلموا كده الحاجات بتاعت التلاجة من الشارع. بس الحمد لله رب العالمين في حد جه صلحها يعني والحمد لله اشتغلت. فعارفين يعني الحمد لله رب العالمين، يعني برضو الحاجة بتحصل والحمد لله رب العالمين، ربنا بيبقى ساترها يعني مع الواحد، والله الحمد لله على كل حال يعني. المهم هنا بقى كده انا بفرجكم على يعني عايزه اقول لكم ان احنا ان شاء الله لما نيجي نفرش الدريسنج مع بعض هنعمل احلى دلع في الدريسنج. الصندل والشنطه دول كانوا عندي بقى لهم فتره ما لبستهمش ولا مره، كنت مستنيه لما انقل طبعا. فعايزه اقول لكم في الدريسنج ان شاء الله هتشوفوا شغل حلو جدا يعني، وحاجات كده كيوت كده وحاجات ظريفه ولطيفه. واستنوا بقى ان شاء الله الفيديو بتاع الدريسنج مع بعض. وهنا دي الشنط اللي كانت في اوضه النوم، طبعا في حاجات كتير انا كاتبه عليها، وفي شنط تانية نسيت اكتب عليها، هتلاقوا كده في شنط مجهوله المصدر، يعني في حاجات الحمد لله رب العالمين انا كتبت عليها والحمد لله ان انا افتكرت اكتب عليها، وفي حاجات تانية كنت نسيت خالص بقى من كتر الدوشه اللي انا فيها ان انا اكتب عليها. هنا كنت خرجت بره علشان اجيب الستاند احط عليه التليفون، لاني مش عارفه اتحكم ان انا امسك التليفون بايد وافتح الشنط بايد، فكنت بجيب بس الستاند وكنت بحط عليه التليفون كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كمان ان الركنه خلصت وطلعناها كمان في نفس اليوم اللي احنا كنا بنطلع فيه العفش. بس انا بصراحه ما رضيتش ان انا اصورها يعني في الدوشه دي، علشان الركنه بجد يعني بسم الله ما شاء الله جايه حاجه كده واو، بجد حلوه جدا جدا يعني، احلى كمان
من الشكل اللي انا كنت مختاراه. يعني انا في شكل معين كنت مختاراه، واللي عملها انا كنت مدياله يعني بعتاله الصورة على الواتس، فبصراحة طلعها احلى مليون مرة من الصورة. فالركنة انا عامله لها ان شاء الله فيديو تاني لوحده، وهنزله لكم ان شاء الله برضو اليومين اللي جايين دول، علشان عايزه اخد رايكم بقى في حاجات يعني بجد محتاره فيها. الركنة دي كانت في الشقة القديمة كبيرة جدا، كبيرة جدا على المكان اللي احنا قاعدين فيه. يعني كنت عاملاها بطول الحيطان كلها، هي كانت مربع ناقص ضلع، فاهميني ازاي؟ يعني هي حرف اليو كده، تمام. فهنا انا محتاره احطها ازاي، يعني انا مش عارفه احطها ازاي. فانا ان شاء الله في الفيديو اللي هينزل بتاع الركنه هصور معاكم شكل الركنه، وهقول لكم الشاشه هتبقى محطوطه فين، وتدوني بقى كده افكار من عندكم ترتيبه الركنه دي تبقى عامله ازاي. هي 4 كنبات، 4 كنبات الركنه على بعض 4 كنبات، فهي ليها حطه كده معينه، بس ممكن ارصها زي ما انا عايزه يعني. فانا طبعا حابه ان انا اخد رايكم في الموضوع ده، وان شاء الله استنوا بقى فيديو الركنه، فيديو قوي جدا 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 بعد الفيديو ده على طول باذن الله. طيب انا هنا بقى كنت بطلع الحاجات بتاعتي بتاعت التسريحه، الميك اب بقى بتاع التسريحه، وفي حبه كده حاجات رفايع بتاعتي، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد الاكسسوارات. انا بصراحه مش من النوع اللي هو بنزل الشارع حاطه بقى فول ميك اب في وشي والكلام ده، حاجات كده بسيطه يعني رقيقه لو حطيت يعني. لكن في البيت ممكن اعمل اللي انا عايزاه، يعني اعمل بليات شوفوا في وشي مش هتفرق، انا بقى في البيت. لكن في الشارع بحط حاجات بسيطه. فهنا الشنطه دي فيها شويه ديكورات كده بسيطه، ودي الطواقي بتاعت المصيف اللي احنا اصلا ما بنروحوش برضو. ودي بقى الشنط اللي فيها الميك اب، فيها مثلا النضارات بتاعتي، في الكريمات، في بقى الحاجات اللي هي تخص التسريحه. ان شاء الله برضو اوضه النوم اول ما تخلص هنعمل برضو التسريحه مع بعض، وفي حاجات كتير جدا هنعملها مع بعض. يعني الحمامات محتاجه بقى ان انا كده اظبط الحمامات واقفلها واعمل لها الديكورات بتاعتها، والتسريحه طبعا محتاجه ان انا اعملها. الدريسنج طبعا ده يعني ان شاء الله اقرب حاجه ان انا هعملها، علشان خاطر اخلص من كل الهدوم اللي حواليا. طبعا كل الهدوم الشتوي والحاجات الشتوي كلها دخلناها تحت السرير بتاع اوضه الاطفال، السرير بتاعت اوضه الاطفال، وسبت بقى كل الهدوم الصيفي بره علشان خاطر ان شاء الله اطبقها كده في الدريسنج. انا طبعا عايزه اقول لكم ان انا فحوسه. لو انتوا سامعين صدى صوت في الصوت بتاعي ده، علشان خاطر المكان اللي انا قاعده فيه يعني يعتبر لسه فاضي. طبعا انا قاعده زي ما انتوا شايفين كده، وقاعده طبعا دلوقتي وانا بعمل لكم الفويس ده حاليا انا قاعده في الشقه الجديده، فالشقه واسعه والعفش قليل جدا، ففي صدى صوت. يعني اعذروني بقى لحد ما اشوف قصه كمان في الصدى الصوت ده اعمل فيه ايه. المهم عايزه اقول لكم ان الدنيا حواليا معجنه يعني. فكلمت شركه تنظيف علشان خلاص يعني حاسه ان انا اجهدت وتعبت وجسمي بيوجعني وتعبت بصراحه من كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. فكلمت شركه نظافه، هيبعتوا لي ان شاء الله بنتين من عندهم، وهنبتدي بقى كده ان احنا نلم الشقه ونلم الدنيا. وفي حاجات كده معينه انا حابه ان انا اعملها معاكم، لكن الحاجات بقى خلاص ان انا يعني فرش الشقه والكلام ده هحاول ان هم يساعدوني فيه، لان انا فعلا تعبت والشقه هنا كبيره. فانا حاسه كده ان انا واخداها كده ايه يعني على الحامي، يعني ما برتاحش بصراحه خالص. خلاص مش قادره بقى ان انا اجي على نفسي اكتر من كده، فقررت ان انا اجيب حد يساعدني. يعني والله احنا لولا عندنا ظروف كان زمان ماما واختي يبقوا معايا في كل الفيديوهات دي، ويبقوا معايا على طول وبيساعدوني في كل حاجه. بس للاسف اختي تعبانه جدا جدا، ربنا يا رب يعافيها، عايزاكم تدعوا لها ويشفيها يا رب، ويحوش عنها التعب اللي هي فيه، ويعني يقومها لنا بالسلامه. فماما دايما مع اختي ما بتسيبهاش خالص، فطبعا مش هينفع تسيب واحده تعبانه وتيجي طبعا تساعد معايا، واختي طبعا تعبانه فمش هينفع برضه تساعد معايا. فانا من اول الحوار ده لحد دلوقتي اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي وانا الحمد لله بفضل الله لوحدي، وخلاص تعبت يعني جبت اخري. ماما بصراحه كلمتني وقالت لي يا نوره هاتي حد يساعدك، انت يعني عامله في نفسك كده ليه يا بنتي؟ فقلت لها لا فعلا خلاص انا مش قادره فعلا. فان شاء الله في بنتين هيجوا يبتدوا بقى ان هم يفرشوا معايا الشقه، لكن زي ما قلت لكم في حاجات ان شاء الله انا هبتدي ان انا اعملها معاكم وهصورها وهنزلها معاكم. عايزاكم بقى تستنوا فيديو الركنه ان شاء الله هينزل لكم قريب، يعني خلال كده اليومين اللي جايين دول برضو هينزل لكم على طول. وعايزاكم تطمنوني على الصوت، ولو في اي حاجه في الصوت يا جماعه اعذروني، لو في صدى صوت او حاجه
حاجه اعذروني، المكان حواليا لسه يعني ما فيهوش عفش كتير او فاضي يعني، فعلشان كده في صدى صوت. والمايك يعني يا رب يكون الصوت عالي وواضح بالنسبه لكم. فبالله عليكم اكتبوا لي وطمنوني على حكايه الصوت دي. وعايزه بقى افكار منكم وعايزه رايكم وعايزاكم كده ايه يعني تشجعوني بقى كده علشان انزل لكم فيديوهات اكتر. وتسلم ايديكم على التعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي، وبجد بتسعدوني جدا بالتعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. ولو في كومنت جه بيضايقني ولا حاجه بصراحه انا بمسحه، علشان ما ببقاش عايزه ان انا اتضايق او حد يشوف الكومنت ده ويتضايق. فاي كومنت ما بيعجبنيش بصراحه او بيضايقني انا بشيله على طول، بسيب بس الحاجات الايجابيه اللي تفرح، اللي تديني طاقه وتديني دفعه وتخليني ان انا اكمل معاكم على اليوتيوب، وبجد بتفرحوني جدا. والحاجات اللي هي السلبيه دي بصراحه برضو مش كتير، يعني حاجات بسيطه قليله، فعشان كده يعني ايه بخلص منها. مع ان في ناس بتكتب لي مثلا انتقاد بس بطريقه محترمه وبطريقه ذوق، فبسيب الكومنت ما بشيلهوش وبرد على اللي بيكلمني ده بكل احترام برضو بذوق زي ما هو ما بيتكلم. لكن في ناس قلت الذوق، فانا بخلص من الكومنت بتاعهم على طول وبشيله علشان انا ما اتضايقش ولا حد يشوفه ويتضايق. وبس كده، عايزه اقول لكم ان انا بحبكم في الله، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. يلا مع الف سلامه.